ايا كان اللي هتسوق له، اذا كان منتجات او خدمات، فانت محتاج تعرف ازاي تعمل حملة تسويقية ناجحة بتحقق اهدافها. وطبعا في فرق كبير بين خطة تسويقية وحملة تسويقية. الخطة التسويقية دي حاجة كبيرة وبتكون لفترات طويلة بالسنين وفيها تشعبات كتير. يعني ممكن تبتدي من اول اسم البيزنس والشكل اللي انت عايز تظهر بيه قدام عملائك، يعني اسم وشكل متجر لادوات تجميل غير اسم وشكل متجر بيبيع مجوهرات. والفرق هنا مش بس نوع المنتج، لا وكمان القوة الشرائية للعميل وتفاصيل كتير جدا زي الرؤية والرسالة والشعار والتسعير والباكينج الخاص بالمنتج وحاجات كتير مش هتخلص. لكن انا هشرح لك في الفيديو ده ازاي تعمل حملة تسويقية، ودي بتكون جزء من الخطة التسويقية. هختصر عليك وهقول لك ازاي تعمل حملة تسويقية تبيع من خلالها. وهنا بنركز على اول 3 مراحل من حياة العميل مع اي منتج بيشتريه، اللي هي 1 الوعي، 2 الثقة، 3 الشراء. في طبعا مراحل ما بعد البيع، بس دي بتكون في الخطة التسويقية وده مش موضوعنا. المرحلة الأولى الوعي، وهنا بتكلم عن معرفة العميل بالمنتج. يعني العميل عارف المنتج هيقدم له ايه. إذا كان العميل عنده مشكلة والمنتج بيحل له المشكلة دي، مثلا زي ديتول اللي بيقضي على 99% من الجراثيم، كان لازم الأول العميل يعدي مرحلة الوعي إنه عنده مشكلة اللي هو فيه جراثيم كتير حواليك وانت مش شايفها، أو المنتج بيحقق له رغبة معينة زي السعادة أو التميز، ومنتجاتها زي الملابس وادوات التجميل والمجوهرات وغيرها. المرحله الثانيه اللي بيمر بيها اي عميل بعد ما عرف المنتج هي البحث والثقه. وهنا العميل عرف ان عنده رغبه او مشكله والمنتج ده هيحلها له، فبالتالي يا اما هو هيدور بين المنافسين عن نفس المنتج، او بالفعل اعلانات المنافسين هتظهر له بشكل تلقائي لانه ابدى اهتمامه بالمنتج ده. وكلنا بنشوف ده لو تفاعلنا مع اي منتج او منشور على السوشيال ميديا او زرنا اي موقع، بتبتدي الاعلانات الشبيهه لنفس المنتج تظهر لنا بشكل متكرر. وده بيودينا للمرحله الثالثه وهي الشراء. واللي بيوصل للمرحله دي وبيقوم بعمليات الشراء مش شرط يكون عرف المنتج من خلالك، ممكن يكون عرفه بره واشترى منك علشان انت عندك ميزه تنافسيه عن غيرك من المنافسين. وعلشان نعمل حمله تسويقيه تضمن لك تحقيق مبيعات لاي منتج انت بتبيعه، في شويه بيانات محتاج تكتبها في ورقه على جنب وانت بتعمل حملة تسويقية. رقم 1 المنتج. ايه نوع المنتج اللي انت بتبيعه؟ هل هو منتج استهلاكي ولا منتج متخصص؟ استهلاكي يعني مثلا بتبيع موبايلات او اجهزة منزلية، مش محتاج ان انت تعمل وعي للعميل عن المنتج، هو بالفعل منتج كل الناس عارفاه وعليه عمليات بحث كبيرة جدا على جوجل. والانواع دي من المنتجات تسويقها بيكون افضل على جوجل ادز ومحركات البحث. والمميزات التنافسية بتنحصر في التسعير والخصومات وكمان خدمة ما بعد البيع زي الضمان مثلا. أما المنتج المتخصص يعني منتج مش منتشر أو منتج لسه هتعرف الناس عليه وتعرفهم إيه الحلول والمنافع اللي هيقدمها المنتج ده ليكوا، زي فلاتر المية وماكينات عد الفلوس. وهنا يبقى أنت محتاج تكتب تعريف للمنتج اللي بتسوق له. يعني على سبيل المثال فلتر مية لتنقية المياه بخاصية البلازما بيضمن تنقية المياه بنسبة 99% وحجمه صغير ما بياخدش مكان في المطبخ وهكذا. وده هيخلينا نروح للنقطة التانية وهي رقم 2 العميل. مين العميل اللي هيشتري منك؟ عمره، ساكن فين، وظيفته، حالته الاجتماعية، معدل دخله الشهري، عنده أطفال. كل المعلومات اللي أقدر أتخيلها عن العميل بتاعي. شوية البيانات اللي احنا كتبناها دلوقتي عن المنتج والعميل هتجاوب لك على السؤال الأول، جمهورك فين؟ يعني أروح له على جوجل آدز ولا موجود على السوشيال ميديا؟ طيب موجود على الفيسبوك ولا التيك توك ولا سناب شات ولا انستجرام؟ إيه هي المسج اللي هكلمه بيها؟ ولا هل هعمل أكتر من مسج؟ وهيكونوا كام مسج؟ حاسس إنك لسه مش فاهم؟ طيب هقول لك مثال. يعني مثلا لو انت بتبيع ادوات تجميل وعناية بشرة، لو انا ببيع في مصر وجمهوري هم المراهقين، يبقى انا اكيد هعلن على التيك توك وهيكون المسج الاعلاني بتاعي بيتكلم عن نتائج ما بعد الاستخدام، اذا كان مثلا هيخليها اجمل او هيحل لها مشكلة، ومسج تانية مثلا عن السعر التنافسي لانه جمهور قوته الشرائية ضعيفة. لكن لو هبيع لسيدات اكبر يبقى كنت هروح على الانستجرام والسناب شات والفيسبوك، وهنا ممكن اعمل مسجات اعلانية كتير اكلم بيها
السيدات، يعني الطريقة اللي هكلم بيها اللي بتروح الشغل غير ربة المنزل، وكل شريحة عمرية غير التانية، وكل شريحة ليها مشاكلها. يعني مثلا هعمل مسج بتتكلم عن الكواليتي، مسج تانية بتتكلم عن السعر، ومسج بتتكلم عن الفايدة اللي بيقدمها، وكل مشكلة بيحلها او فايدة بيقدمها نعمل لها مسج لوحدها. يعني مثلا مسج هنبرز فيها انه بيخلي البشرة ناعمة، ومسج تانية بتتكلم عن انه منتج صحي للبشرة، ومسج بتتكلم عن السعر، ومسج بميزة رابعة، وهكذا. الجزء اللي انا شرحته ده بيكون جزء من الخطة التسويقية الكبيرة الكاملة اللي لازم تكون محددها من الاول، والا هتكون ماشي في طريق مش معروف اتجاهه وبتصرف فلوس ومش عارف انت ليه ما بتبيعش. لو حبيت الموضوع وعايز تعرف اكتر تابعنا على صفحتنا، وهقولك المرة الجاية ايه اهم النقط اللي لازم تهتم بيها وانت بتبدأ في التسويق والبيع الاونلاين. شكرا.